لانطلاق الخروج من منطقة التعليم فقط إلى التعليم وتهيئة الطالب في الأخير أود توجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في نجاح هذا اليوم من قريب ومن بعيد، كل من عانى عناء ومشقة المجيء إلى هذه القاعة والمشاركة في هذه الأشغال. شاركت الفرع الولائي للتشغيل اليوم في فعاليات صالون التشغيل الطبعة الأولى المنظم من طرف جامعة جلالي اليابس، وذلك بالتعريف بمختلف المنصات الموضوعة تحت تصرف طالبي العمل. نذكر منها منصة وسيط أونلاين، منصة منحة، منصة أوفر غران كونت، العروض الكبرى. دائما وفي إطار الحملة الإعلامية التحسيسية المشتركة بين هيئات قطاع الضمان الاجتماعي حول الخدمات الرقمية تحت شعار خدماتنا الرقمية ترافقكم أينما كنتم، والممتدة لفترة من تاريخ 25 مارس وهي متواصلة إلى غاية 21 أفريل 2026. اليوم في الصالون الولائي للشغل المنظم من طرف جامعة جلالي اليابس بالتنسيق مع وكالة الولائية للتشغيل. شاركنا اليوم عبر جناح إعلامي وبعض المؤسسات المشاركة ممولة من طرف نازل بالعباس، وشاركت في المعرض المقام في المجمع الجامعي لجامعة جلالي اليابس. المشاركة تاعنا كانت عبر تحفيز شباب خريجي الجامعة وكذا المتحصلين على منحة البطالة. دونك اليوم عندنا فرصة إمضاء اتفاقية إطار مع الأنام الوكالة للتشغيل. دونك هذه الاتفاقية سي اون كونفونسيون كادر، يعني تسمح لنا باش نخدموا مع بعض. دونك عندنا عدة مجالات، والمجال يعني المجال الأهم في هذه الاتفاقية هو التكوين. الحقيقة اليوم مناسبة سعيدة على الشعب الجزائري، على غير كل الجامعات الجزائرية، إحياء هذه المناسبة الخاصة بيوم العلم والمتوافقة مع وفاة العلامة عبد الحميد بن باديس بتاريخ 16 أفريل 1940. ارتأينا هذه السنة أن تكون هذه الاحتفائية مزدوجة من خلال احتفائية بيوم العلم الذي جامعة بالعباس من الجامعات الأوائل على المستوى الوطني.